داعش. خوش بداية القناة. أرجوك لا تفجرني، كمل جيت تتعبني، خلك درب فيك إحساس، هذا الطفل وردتنا. صار لي قد ما سامع هاي الكلمة. آخر مرة سمعتها 2018 من حيدر العبادي ألقى خطاب النصر. ما أدري ليش أحس العراقيين نسوا موضوع داعش، ولا عبالك داعش احتل العراق 4 سنين. ما أحكي عن البرامج السياسية، هاي البرامج هدفها الوحيد المشاهدات. نجيب اثنين، واحد يكره الثاني، واحد يغلط على الثاني، ونجيب مشاهدات وإثارة جدل. أنا أسأل عن الشعب العراقي نفسه. إذا حدث مهم مثل داعش ينساه الشعب العراقي بهاي السرعة، هل هذا الشيء صحي؟ هل هذا شيء طبيعي؟ إذا تروح هسه الفلوجة للموصل، العراق بشكل عام ما مبين عليه أثار الحرب، وهذا شيء حلو. خالي ركز معنا شوي، صارنا ساعة ناطرينك. كل ما ندقلك بتقلنا حني جاي. هلا حني جاي وين نفرطها هيدي بأي فرع يا أستاذ؟ كل ما ندقلك بنلاقي هالصوت الدوش عم يمشي يا معلم. تغيير خاطئ للمعنى الحقيقي وينتج عنه تأويل عن الصواب. قبل فترة لعبت أساسن كريد وحبيتها، لعبة ظريفة والله. فرحت أبحث عن معنى الأساسن، طلعت جماعة إرهابية. جاي تشوف الرباط؟ خليك وياي. الحشاشين جماعة قديمة طلعت بشمال إيران، والمشكلة احنا ما نعرف كل المعلومات عنها. اكو معلومات مشكوك بيها، اكو معلومات مو مؤكدة، مع انه هي جماعة إرهابية. اكو ناس تقول قائدهم يشربهم حشيش ويخليهم يتبعونه، واكو ناس تمدح هاي الجماعة وتطلعها بشكل بطولي، واحنا هنا ما نعرف شنو الصحيح من الكذب. هذا الشيء ممكن يتكرر ويا داعش. معلوماتنا عنهم حاليا ممكن تتحرف بالسنين الجاية، لأن ما سوينا عليهم لا كتب لا أفلام لا وثائقيات. حتى أنه الأمريكان سووا فيلم عن قناص بغداد، وبالفيلم قناص الأمريكي يقتل قناص بغداد. للي ما يعرف، قناص بغداد ما مات بهاي الطريقة، بس الفيلم حرف هاي الحقبة وحرف هاي القصة. حتى من خلال المسلسلات والبرامج اللي تشوفها هسه على التلفزيون من ممثلين كبار، تلقى أغلبها ما لها دخل باللي صار آخر 10 سنين. المفروض أفلام، مسلسلات، برامج وثائقية تعلم شباب اليوم عن الحدث اللي غير العالم كله. حسابي الانستغرام وبس. ما أريد أكثر بأول فيديو للقناة حتى أشوف رأيكم بالمواضيع الجاية. عندكم مواضيع تذكروا لي إياها، وعندي شيء خير بدي أقوله. أرجوك لا تفجرني، كمل جيت تتعبني، خلك درب فيك إحساس، هذا الطفل وردة ناس، خلك درب فيك إحساس، هذا